بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم شيماء عادل، ولو أول مرة ليكم في قناتي متنسوش تفعيل زر الجرس، وكمان اشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه النهاردة. شايفين صينية السردين الزبدة الخطيرة دي؟ ريحتها جايبة لآخر الشارع. تابعوني لآخر الفيديو وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. هخليكي تعمليها، ريحتها تحفة وما فيهاش اي زفرة خالص، وبتتبيلة خطيرة، وكمان الصوص اللذيذ ده. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا هنا كيلو من السردين طازة، الخياشيم بتاعته حمراء ومعلهوش قشرة. ده احلى نوع السردين البلدي ده. الخياشيم بتاعته بتبقى حمراء كده، معنى كده ان هو طازة. وهبدأ انضفه معايا. دي اسهل طريقة لتنظيف السردين. طبعا السردينة بتبقى رقيقة قوي ومتستحملش ان احنا نقطعها بسكينة. هي بس بنشيل الراس وبننضف البطن بتاعتها، بتنضف معانا بسهولة جدا. وبعد كده باخدها تحت المية، بغسلها كويس قوي، وبعد كده احط عليها ملح وليمون وابدا اجهز الخلطه بتاعتي. بص انا بقى فتحت معاكم كذا واحده علشان تشوفوا تنظيفها سهل ازاي وما بتاخدش اي وقت. وكمان هي معلهاش قشر، يعني مش بننضفها من بره. هنا اخدتها تحت الحنفيه، كملت كل السمك، وارش عليه معلقه من الملح وعصره نص ليمونه، وابدا اجهز التتبيله الرهيبه بتاعتي. التتبيله اللي هتخلي لك صينيه السردين دي في حته تانية خالص. بجد لو جربتيها هتعمليها كل يوم. كفاية انها مغذية وفيها نسبة كالسيوم عالية جدا. هنا بقى عملت التتبيلة بتاعتي. معايا طماطماية، قرنين فلفل احمر واخضر، وقرن حراق، وشوية كزبرة، وست فصوص توم. وطبعا ما ننساش الجزرايه، جربيها بالجزر رهيبة. وضربت كل المكونات دي في الكبة بتاعتي، وبعد كده بنزل عليهم بالتوابل. معلقة كبيرة من الكمون، السمك بيحب الكمون، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة بابريكا، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة. وهتبل كل الحاجات دي بعصير ليمونتين كبار كده، وابدا اتبل بيهم الخضار بتاعي وكمان السردين، وكمان البطاطسايه الجميله اللي هنحطها تحت في قلب السردين. هنا مقطعه بصلايه شرايح وعليها الجزرايه المبشوره، قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. ده الخضار اللي هحطه تحت تحت صينيه السردين وكمان فوقيها. نزلت عليهم بشويه من التتبيله. لازم طبعا نتبل اي حاجه موجوده في الصينيه، تبلتهم. وهنا بقى البطاطسايه مقطعاها شرايح رفيعه علشان تستوي معايا تحت السردين. عايزه اقول لك ان البطاطسايه دي بتتاكل قبل السردين، بتبقى طعمها حلو جدا جدا. وبقت التتبيله هحطها على السردين بتاعي، مش لازم تتبليه واحده واحده. انزلي عليه بقيه التتبيله كده وهو خلاص كده هيبقى طعمه زي العسل. وفي الصينيه بتاعتك انزلي بالبطاطس المتبله. طبعا حطينا عليها معلقه من التتبيله، ومقطعه رقيق قوي علشان خاطر تاخد سوا السردين. ما تبقاش السردين استوى وهي لسه. قطعيها رفيع رفيع جدا. وحطيت عليها شويه من الخضر اللي انا متبلاه، وبدات ارص عليها السردين. عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي في موسم السردين اصلا. السردين بيبقى موجود من حوالي من بعد شهر 11 لحد قبل شم النسيم كده. فننتهز الفرصة وهو موجود. هي دي أحلى طريقة يتعمل بيها. طبعا أنا عملته معاكم قبل كده، ملحناه سوا، عملنا سردين وكلناه بعد 3 أيام. نفس نوع السردين ده برضو اللي من غير قشرة، والخيشين بتاعته حمرا، كان رهيب. هتلاقوا الفيديو بتاعه على القناة. هنا حطيت بقية الخضار فوق السردين، وطبعا البطاطس تحت ما بتتحطش فوق علشان تستوي كويس. عايزة تحط شوية مية علشان تعملي صوص زي اللي أنا عملته، حطي شوية مية. وحطيت بقية الخضار عليها من فوق. وأهم حاجة ربع كوباية زيت، معلقتين زيت. لو مش عايزة تحطي زيت خالص تاكليها دايت كده، هتبقى حلوة جدا معاكي. حطي حوالي ربع كوباية مية ودخليها الفرن على درجة حرارة عالية، الشبكة اللي في النص. ولو عاوزاها تاخد وش من فوق شغلي لها الشواية. وكده بعد ما طلعت معايا من الفرن ريحتها حلوة جدا، مفيش اي ريحة زفارة خالص. ريحتها وطعمها خطير، وزبدة وكريمي. طبعا بيبقى فيها سل صغير كده، بس بعد ما بتستوي ما بيبقاش فيها اي حاجة خالص. تتاكل بقى جنب رز صيادية، جنب عيش، مغذية وكمان مش غالية. بصوا من جواها بيضة وجميلة. والخلطة بتاعتها دي خطيرة. جربيها وحطي عليها الجزراية المبشورة. جربيها بالجزر، حلوة جدا. الجزر بيوديها في حتة تانية. بص الصوص اللي تحت ده، الصوص ده بيتاكل مع البطاطس، طعمه تحفة. جربيها وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.